السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، والنهارده هنستكمل تاني دروس دورة الفوتوشوب. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أداة الموف وإن ليها استخدامات كتيرة جدا واحنا شغالين على البرنامج. والنهارده هنشرح حاجة من أهم الحاجات اللي موجودة في الفوتوشوب، وهي السلكشن. والسلكشن يعني التحديد. مش هطول عليكم، هنبدأ في الشرح على طول. زي ما تعودنا المرة اللي فاتت، هنروح عشان نفتح صورة نروح لفايل وندوس اوبن، او ممكن ندوس كنترول او زي ما اتعلمنا، او ممكن ندوس اسهل حاجه لينا ان احنا ندوس ضغطتين بكليك شمال على ساحه العمل، هيفتح لنا كده ونختار الصوره اللي احنا عايزينها. اول حاجه هنشرحها النهارده اداه المارك تول. اداه المارك تول هنشرح اول حاجه الريكتانجلر مارك تول. هو بيعمل لنا شكل رباعي. اول حاجه لما باجي ادوس ضغطه شمال على الصوره كده واجي اسحب، اول حاجه بسيب بلاقيه عمل لي شكل رباعي. تمام. اول حاجه لازم افهمها ان انا لما عملت سيلكشن كده انا قفلت المكان. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو جبت الفرشه وجيت شخبطت كده، هلاقي ان هو مش بيخرج بره حدود السيلكشن اللي انا عملته. شايفين؟ طيب اجي ادوس كنترول زد وارجع. دي اول حاجه فهمتها في السلكشن، ان هو بيقفل لي الحدود بتاعتي. طيب تاني حاجه، لو جبت اداه الموف وجيت احرك الجزء ده بس، هلاقي ان هو ده بس اللي بيتحرك اللي انا عامل عليه سلكشن. معنى كده ان انا لما بعمل في مكان سلكشن انا اقدر اعمل اي حاجه في السلكشن، وهنعرف دلوقتي ازاي نعمل ده. اول حاجه نرجع لاداه الماركي. لو انا عملت التحديد ده وعايز الغيه، يا اما بدوس كنترول ودي، يا اما بدوس كليك وادوس دي سيلكت. تمام. اجي ارجع كنترول وزد واجي ادوس كليك تاني. ايه اللي ظهر لي تاني حاجه؟ دي سيلكت انفيرس. سيلكت انفيرس دي انا لو عملتها بتعمل لي سيلكشن عكس. يعني ايه؟ يعني انا كنت في الاول عامل سيلكشن في المربع ده، واللي بره ده ما كانش معمول فيه سيلكشن. لما جيت عملت سيلكت انفيرس لقيت ان السيلكشن اتعكس، بقى المكان اللي انا عامل فيه سيلكشن معلهوش سيلكشن، والمكان اللي انا مش عامل فيه سيلكشن اتعمل فيه سيلكشن. ازاي؟ تعال نشوف في اداه الموف هيحرك انهي جزء. بص، المكان اللي كان عليه سيلكشن لغاه، والمكان التاني بقى هو اللي عليه سيلكشن. نرجع تاني، لو جيت دوست سيلكت انفيرس تاني هيرجع لك بالمربع اللي انت كنت عامله تاني، ولو جيت حركت هتلاقي ان هو ده بس اللي بيتحرك. تمام. نرجع كنترول وزد. الفيزر هو التنعيم. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت دوست الفيزر، وطبعا الفيزر موجود عندنا هنا وموجود عندنا هنا، هنشرحه من هنا. لو جيت هنا مثلا خليت الفيزر 10 او خليه 20 عشان يبان، وجيت عملت سيلكشن، هلاقي ان هو خلى الحواف، بص زي ما انت شايف كده متنعمه. طيب انا لو خليت الفيزر مثلا 50 وجيت عملت سيلكشن، هلاقي ان هو برضو اتنعمت اكتر. طب لو جيت خليتها مثلا 100 وجيت عملت سيلكشن كده، او نخليها صغيره عشان نشوف، وجيت باداه الموف رحت سحبت كده، شفت الفرق؟ طيب ده الفيزر بيعمل لك تنعيم حوالين السلكشن اللي انت بتبقى واخده. نرجع تاني كنترول زد. طبعا لو عايز ترجع خطوتين بتدوس كنترول الت زد. تمام. بنرجع لاداه المارك تول تاني. طبعا احنا هنشيل الفيزر بقى، خلاص احنا شرحنا ايه هو الفيزر، هنخليه 0 دلوقتي، وهنيجي نعمل سيلكشن كده وندوس، هتلاقي عندك ريفاين ايدج. خليها اشرحها لكم وانا بشرح اداه من الادوات التانية دي عشان هتبقى توصل لكم اسرع من كده. عندك بعد كده السيف سيلكشن. السيلكشن اللي انت عملته ده انت ممكن تعمل له تسجيل. ممكن تدوس سيف سيلكشن وتسميه اي اسم، لايون مثلا،
وتدوس اوكي وتلغي السلكشن اللي انت عملته، تدوس دي سيلكت. ونيجي السلكت بقى اللي احنا عملناه ده عايزين نجيبه تاني، هو ضاع مننا مثلا واحنا كنا عاملين تحديد على صورة مثلا، بس صورة وليكن مثلا كبيرة، فعايزين نجيب السلكت اللي احنا عملناه ده. هنروح لقائمة سلكت وندوس لود سلكشن ونختار، هنلاقيه موجود عندنا. طيب هندوس اوكي، هنلاقي السلكشن رجع تاني. طيب نيجي بعد كده نعمل سلكشن تاني وندوس كليك، هيجي يظهر لنا بعد كده ميك ورك باث. طبعا دي هشرحها لكم عشان تفهموها اكتر مع البين تول، لانها ليها علاقة بالبين تول. لو جيت عملت لاير فيا كوبي، هو هيطلع لي الجزء اللي انا عامل عليه تحديد ده في لاير لوحده. يعني يجي ندوس كده لاير فيا كوبي، هلاقي ان الجزء ده بقى حاجة لوحده. لو جيت عملت موف مش هيتأثر، بقى موجود عندي هنا في الطبقات في لاير لوحده. تمام. طيب نيجي نشوف اللي بعده. لو جيت عملت سيلكشن كده وجيت دوست كليك يمين في لاير فيا كات. طبعا هو هنا لو جيت عملت، لما جيت عملت لاير فيا كوبي خد لي نسخه منها وطلعها لي، انما لو جيت عملت لاير فيا كات هياخدها لي ويشيلها خالص من الصوره زي كده، ما بقتش موجوده خالص في الصوره. طبعا دي عشان دي كانت القديمه هنمسحها، فهو هنا بقت موجوده من الصوره، اتاخدت خالص. طب نرجع كنترول الت زد. طيب نمسح دي ونيجي نجيب تاني السلكشن ونعمل تحديد، ندوس كليك يمين. بيقول لك نيو لاير، انت بيقول لك هتضيف نيو لاير، هتضيف طبقه جديده او لاير جديد عندك في قائمه اللايرات، بس اللاير ده هيكون فاضي. انت بتختار طبعا الاسم بتاعه لو انت عايز تسميه وبتدوس اوكي، بيظهر لك هنا لاير فاضي. تمام. عندك بعد كده الفري ترانسفورم. الفري ترانسفورم هي اللي احنا شرحناها في اداة الموف، اللي هو انت بتعمل تحديد وعندك بتقدر تكبر وتصغر، ولو عايز بالشيفت بتكبر وتصغر بنفس الابعاد بتدوس شيفت زي ما شرحنا في اول درس. تمام. وطبعا بتقدر تعمل تدوير. تمام. ولو جيت دوست كليك يمين بتلاقي نفس الاعدادات اللي هي فري ترانسفورم والسكيل والروتيت والسكيو والديستورت. طبعا كل الكلام ده احنا شرحناه في الدرس الاول. هنرجع ونيجي نعمل سيلكشن وندوس كليك يمين. بيقول لك فري ترانسفورم سيلكشن، بيقول لك انت هتعمل تحديد للسيلكشن نفسه من غير ما تغير في الصوره حاجه. يعني المره اللي فاتت لما كنت بعمل فري ترانسفورم كان بياخد من الصوره ويشيل ويكبر ويصغر، ده ما بيجيش جنب الصوره، بيجي جنب السيلكشن بس، ليه علاقه بالسيلكشن، بيحرك فيه. ممكن تدور في السيلكشن بس زي ما انت شايف كده. تمام. بدوس دونت ابلاي وارجع، ونيجي بعد كده نختار الماركي ونعمل سيلكت وندوس كليك يمين. هنلاقي حاجه مهمه جدا، الفيل. لما نيجي ندوس على الفيل يعني ملء، هتيجي تدوس عليه كده هتظهر لك الشريطه دي. اول حاجه بيقول لك الكونتنتس، بتختار اول حاجه موجوده عندك عندك الفور جراوند كولر، اللي هو اول حاجه اللي هو اللون الاسود اللي بيبقى عندك قدام اللون الامامي ده. تاني حاجه عندك الباك جراوند كولر اللي هو اللون الخلفي اللي هو الابيض اللي انت شايفه ورا ده. بعد كده كولر بيقول لك انت عايز تخليه كولر لون انت عايزه تحدده مثلا وليكن احمر، وتروح دايس اوكي وتيجي تدوس هنا اوكي. هتلاقي ان المكان اللي انت عامل عليه سيلكشن اتحول للون احمر. تمام. تيجي ترجع تاني ونختار فيل. بيجي بيقول لك بعد كده كونتنت اوير. الكونتنت اوير دي مهمه جدا في ان انت ممكن تستخدمها. هوريك دلوقتي مثال بس مش المثال ده، يعني احنا هنشوف كده تطبيق كده سريع ان هو بيعمل لك تدرج لون
بنفس تدرج اللون. يعني هنيجي نشوف مثلا على مثال تاني، صورة تانية. مثلا هنيجي نختار، هنعمل سيلكت مثلا على مكان الكلام ده كده، ونيجي ندوس كليك يمين ونختار فيل وندوس كونتنت اوير اوكي. هنلاقي ان هو حذف لي الكلمه وخلى نفس المكان على نفس تدريج اللون. تمام. طبعا فيل انا ممكن اجيبها زي ما احنا شفنا كده من هنا، زي ما شفنا بندوس كليك يمين ونختار فيل، وممكن برضو بنلاقيها في اديت في فيل، وبرضو ستروك اللي هناخدها دلوقتي هتلاقيها برضو في قائمه اديت. ودي برضو الترانسفورم اللي احنا خدناها قبل كده، الفري ترانسفورم. ودي الترانسفورم اللي احنا خدناها اللي هي كان منفصل منها السكيل والروتيت والسكيو والديستورت. تمام. هنيجي نرجع تاني، نيجي بعد كده نعمل سيلكشن تاني ونختار ستروك. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الوايت، العرض بتاع الستروك اللي انت عايزه ايه؟ انا بختار مثلا العرض بتاعه مثلا هيبقى 5، واللون مثلا انا بختار مثلا عشان يبان نخليه احمر. وبيقول لي انت عايزه انسايد، عايزه بالداخل، يعني اللون الخط اللي انت هتعمله الستروك ده عايزه يبقى داخل لجوه ولا في السنتر بالظبط على السلكشن، ولا اوت سايد خارج السلكشن. انا هختار السنتر، هيبقى على السلكشن اللي انا عامله ده بالظبط. وهنا بيقول لي طبعا البيلدنج مود نورمال. انا بختار طبعا المود ده هناخده لما نوصل للبانلز، لانه ليه علاقه بالبانلز، انت مش مطالب تعرفه دلوقتي. هنيجي نضغط اوكي، هنلاقيه عمل لنا خط. الخط ده هو الستروك اللي هو عمله لنا. لما نيجي ندوس كنترول دي ونلغي السلكشن اللي احنا عملناه، هنلاقيه ان هو عمل خط احمر مكان السلكشن. هو ده الستروك. تمام. اخر حاجة بقى هنتكلم فيها عن اداة الماركي. ان احنا لما بنيجي نسحب كده، ندوس ونسحب، بنلاقيه بيسحب برضو بطريقة عشوائية. يعني الطول والعرض مش متحددين. لو جينا دوسنا شيفت هنلاقي ان هو بيكبر ويصغر بأبعاد ايه؟ ثابتة ما بتتغيرش. تمام. ولو جيت دوست الت مع شيفت هلاقيه ان هو بيكبر لي من السنتر. يعني انت لو تاخد بالك هنا بيكبر من الكورنر، بياخد من الكورنر ويسحب. انما لو جيت دوست الت مع شيفت وجيت تسحب هتلاقيه بص بيسحب معاك من السنتر نفسه. ممكن يعمل لك مربع زي كده. واخر حاجه في اداه المارك تول، ان انت لما بتيجي تدوس على الاداه زي ما اتعودنا في اداه الموف تول، انك بتظهر لك عندك فوق في الاوبشن بار اعدادات. اول حاجه موجوده عندك اللي هي النيو سيلكشن، اللي هو التحديد اللي انت عامله ده. بيقول لك بعد كده اد تو سيلكشن. لو فعلت اد تو سيلكشن انت ممكن اول حاجه هتظهر لك علامه زائد جنب الاداه. بعد كده هتيجي تقدر تضيف جزء او تحديد تاني للسلكشن بتاعك زي ما انت شايف. لو جيت عملت نيو لير وجيت عملت فيل، اخترت فور جراوند كولر، هلاقي ان في تحديد اتضاف. ممكن في نفس الوقت احذف من السلكشن ده جزء عن طريق ان انا بروح لسب تراكت فروم سيلكشن وادوس عليها، وباجي مثلا عايز احذف اي جزء من التحديد بتاعي. بعمل كده. اول حاجه ممكن ارجع قبل الفيل. انا دلوقتي عامل سيلكشن بشيل منه، بحذف منه اهو، واجي ادوس فيل زي ما انت شايف كده. تقدر تحذف من التحديد اللي انت عملته وتقدر تضيف تاني. اخر حاجة بقى معانا انترسكت والسلكشن، اللي هي دي اللي بتجيب المكان المشترك من السلكشن القديم اللي انت عامله والسلكشن الجديد اللي انت هتعمله. يعني لو جيت دوست عليها كده بص
هيجيب لي المكان المشترك ما بين السلكشن الجديد والسلكشن القديم. هو ده المكان المشترك ما بينهم. اجي اسحب تاني نشوفها برضو من رؤية تانية. نيجي بعد كده لأداة الاليبتيكال مارك تول. هي نفس أداة الريكتنجل مارك تول، بس دي شكل دائري، وبتعمل وليها نفس الخصائص ونفس الإعدادات ونفس كل حاجة. يعني لما جيت عملت هنا شكل دائري، لقيت إن فوق ظهر لي نفس الكلام اللي كان موجود في الأوبشن بار، وعند فيه برضو الفيزرز، وعندك لما تيجي تدوس كليك يمين بتلاقي نفس كل الإعدادات اللي كانت موجودة. الفكرة بس إن هي ده شكل دائري وده شكل رباعي. تمام. نيجي بعد كده للسنجل رو ماركي تول. ده هو والكولومان مارك تول. انا من وجهة نظري ملهمش لازمة في الفوتوشوب. هو عبارة عن أداة بتعمل لك خط بس من البيكسل في التصميم بتاعك. يعني انت لو جيت بصيت كده وعملنا زوم، هلاقي ان هو عمل لي خط واحد بس من البكسل. طبعا انا بدوس كنترول زد عشان اعمل زوم، وهاجي قدام برضو اشرح لكم الزوم بتوسع شوية. تمام. هي دي البكسلات اللي قايم عليها الفوتوشوب. المربعات دي هي البكسلات. تمام. أداة كولومان نفس الكلام بس بتعمل خط طولي، يعني هي نفس الكلام. تمام. نيجي بعد كده لأداة اللازو تول، وهي أداة التحديد العشوائي. يعني أنا ممكن أجي أحدد الصورة بتاعتي مثلا كده، بدوس وأنا اللي بحرك بالماوس أنا عايز أحددها إزاي. طيب ده أداة اللازو تول. طيب انا لما جيت عملت سيلكشن هنا، لقيت برضو ان ظهر لي ان انا ينفع اعمل اد تو سيلكشن واعمل سبتراكت فروم سيلكشن، ان انا احذف من السيلكشن بتاعي، وممكن برضو اجيب المنطقة المشتركة ما بينهم. طيب ولما جيت برضو ادوس كليك يمين، لقيت ان ظهر لي نفس الاعدادات اللي كانت موجودة في كل أداة. تمام. باجي بعد كده للبوليجونال لازو تول. دي بتعمل سيلكشن بس بطريقه المضلعات، ان انا بدوس دوسه والاقي ان هنا بص الشكل بيتحرك معاك. انا ما دوستش، واول ما بدوس نقطه واحده بس كده بدوس كليك بلاقي ان هو ثبت في المكان. اجي ادوس كليك تاني، كليك 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 وهكذا. دي بقى ممكن تحدد لك مضلعات لو انت عايز تحدد مثلا هرم ولا حاجه، بتبقى اسهل ليك وانت بتعمل سيلكشن. تيجي وتقفل برضو المكان، لازم تقفل السلكشن عشان يتحدد. نفس الاعدادات، نفس الاوبشن بار. تمام. نيجي بعد كده للماجنتيك لازو تول. الماجنتيك هو من احسن ادوات السلكشن اللي موجودة في الفوتوشوب. بيساعد كتير برضو، وهنشوف دلوقتي. هو عبارة عن تحديد عن طريق المغناطيس او الجاذبية. يعني هو بحط كده بدوس دوسة واحدة وبسيبه، هو بيمشي بيحدد لي الصورة. يعني انا مجرد بس ما بمشي بالماوس حوالين الصورة بلاقي هو بيحددها وبيحط نقط بنفسه. يعني انا كمان ما بدوستش كليكات خالص، وهو عمال انا بمشي بس كده وهو بيعمل سيلكشن. طبعا الماجنتيك تول اتطورت عن ما كانت في الاصدارات القديمه للفوتوشوب. بقت اكثر تقدما، ان هي بقت سهله جدا في التعامل. زي ما انت شايف.
وباجي في اخر النقطة واروح دايس، بلاقي ان هو حدد لي الشكل بالظبط. حتى لو في اي شيء هنقدر نضيف ونزود، بس زي ما انت شايف عمل لي سيلكشن بتحديد كويس. طبعا انا لو عايز اضيف حاجة بدوس add to selection، مثلا الجزء زي كده، باجي اعمل زوم واضيف سيلكشن مثلا، وممكن انا ادوس اساعده ان هو يوصل للنقط بتاعته اللي انا عايزها، او ممكن هو ما يكونش عارف انا قصدي احط الاداة فين، انا بساعده بحط نقط معاه. هي دي فكرة الماجنتيك تول. دلوقتي انا السلكشن اللي انا عملته ده اقدر لما اجي اعمل مثلا لاير فيها كوبي واجي اخفي اللاير اللي تحت، بلاقي ان هنا مثلا في لون اهو من مطرح الصورة القديمة، فعلى طول بروح لسبتراكت فروم سيلكشن واروح اعمل زوم بس عشان اشوف المكان كويس، واجي امشي كده، اجي هنا ممكن ادوس نقطة بس عشان اعرفه ان انا دي مكان لازم هنا يمشي فيه، وادوس عليه واقفله كده. هو حذف لي المكان ده. لما انا هاجي اعمل فيا كوبي لاير فيا كوبي هلاقي ان المكان اللي كان ورا هنا اتشال. تمام. دلوقتي انا حددت الاسد. طبعا انا ممكن اعمل اي حاجة، اعمل مثلا باك جراوند او حاجة ورا كده، تقدر تحرك المكان ده مثلا او تنقله في لاير تاني، او تنقله في ديزاين تاني. نيجي بعد كده نحذف اللي احنا عملناه، ونروح بعد كده كده احنا خدنا خلاص اللازو تول والبوليجونال لازو تول والماجنتيك لازو تول. نخش بعد كده على الماجيك ووند تول والكويك سيلكشن تول. الاداتين دول مهمين جدا يا جماعه، وليهم استخدامات كويسه جدا. يعني عندك الماجيك تول ده بيختار اللون الواحد في الصوره ويعمل له تحديد. يعني انا مثلا اللون الشائع في الصوره هنا اللبني، فانا لما اجي اعمل كده لقيته بياخد اللبني، بس في اماكن ما خدهاش لان في اماكن درجه افتح من درجه. طيب انا ممكن احل الموضوع ده لما اجي استخدم الماجيك تول. عندك فوق حاجه اسمها التولرانس. التولرانس ده 32. انت لو زودته شويه، مثلا لو خليته 50 او خليته 70، وجيت طبعا هنلغي السلكشن، نيجي ندوس سلكشن هنلاقي ان هو خد المكان كله الفاتح بتاعه بالغامق. فالتولرانس ده هو نسبة التفاوت ما بين درجات اللون ده. يعني هو اصلا الماجيك ووند تول بيقوم على ان هو بياخد لون واحد، فلو في نسبة تفاوت في اللون ده انت لو عليت النسبة دي بيقدر يجيبه لك. اما لو قللت النسبة، يعني مثلا لو خليت تولرانس 20%، مش هيجيب لك اللي انت عايزه، هتلاقيه بيجيب لك اجزاء معينة بس من الصورة. هي دي فكرة تولرانس. هنخليه عادة احنا بنخليه 50، وممكن عشان احنا بنعمل add to selection عندنا برضو add to selection ممكن نضيف زي ما انت شايف. تمام. هنيجي بعد كده نتكلم عن الكونتيجوس. عندك فوق في الاوبشن بار في كونتيجوس. الكونتيجوس دي مهمة. بيقول لك انت لو عايز تعمل نفس اللون هتحدد تعمل سيلكشن لنفس اللون حتى لو كان في ما بينه فواصل. يعني مثلا هنلغي السيلكشن اللي احنا عاملينه ده. لو انا جيت عملت وانا مفعل الكونتيجوس سيلكشن على الصورة ودوست كده، هلاقي ان في مكان الرجل هنا فاصلة فما جابتش اللون اللي هنا علشان انا مفعل الكونتيجوس. طب انا لو جيت لغيت الكونتيجوس ورحت عامل سيلكشن هلاقي ان هو جاب لي كل الاماكن حتى المكان اللي فيه فواصل. طيب لو ما فهمناش بالظبط
في المثال ده هتفهم في المثال ده. هنجيب اداه الريكتانجل وهنيجي نعمل كده، هنضيف الاول لاير جديد عشان نحذفه بعد ما نخلص، ونيجي نعمل فيل، ونيجي نعمل كده فيل، واجي تحت اعمل مربع كده، بس المربع ده مفصول عن اللي فوق دول. وجيت انا جبت اداة الماجيك تول، وجيت فعلت الكونتيجوس، وجيت عملت سيلكشن، هلاقي ان هو جاب لي اللون اللي انا وقفت عليه بس ومالوش دعوه بالابيض. طيب انا لو لغيت الكونتيجوس وجيت عملت سيلكشن، هلاقيه جاب لي كل اللون الابيض اللي في الصوره سواء متصل بيه او مش متصل بيه. طيب نيجي نلغي اللي احنا عملناه، نيجي بعد كده لأداة الكويك سيلكشن تول. الأداة دي شبه الماجيك ويندو تول، بس الفكرة ان الأداة دي مختلفة في ان هي ليها اعدادات الفرشة، واحنا طبعا لسه ما خدناش الفرشة بس انا هعرفها لكم. عندك السايز فوق اللي هو الحجم بتاع الفرشة، عايز الحجم كبير ولا عايز الحجم صغير، وممكن تكبر وتصغر من البكرة بتاعة الماوس. طيب انا دلوقتي هختارها مثلا اخليها كده، واروح عند الاسد وهبدأ ادوس. طبعا انا اول ما بدوس بلاقي ان هو بياخد جزء كبير من السلكشن. طبعا انا بدوس وبفضل نازل وبفضل ماسك الماوس. طيب انا كده عملت سلكشن تمام بطريقة سهلة. طيب خلينا نشوف ان في الاوبشن بار عندك فوق نفس الاعدادات عندك فوق، ان انت ممكن تضيف كويك سيلكشن وممكن تحذف كويك سيلكشن. طيب احنا محتاجين ان احنا نحذف كويك سيلكشن عشان في مكان هنا. هندوس دوسه، هنلاقي ان هو بياخد المكان، عايزين نضيف حته صغيره، نيجي كده. طيب حاجه كمان عايز اعرفها لكم في الفوتوشوب ومهمه جدا، ان انت بتقدر تتنقل ما بين ادوات السلكشن وبتستخدم نفس الخصائص. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو جيت رجعت ورا خطوه قبل ما املى اخد المكان ده، ارجع لقيت ان المكان ده مش موجود، عايز احذفه. ممكن اروح لاداه اسهل من الكويك سيلكشن في الموضوع ده، زي مثلا اداه الماجيك ووند تول، واروح عند الاوبشن بار بتاعتها واعمل سبتراكت فروم سيلكشن، وعايز احذف المكان ده. اجي ادوس كده هلاقي ان هو اتفعل، وان انا استخدمت اداتين من السيلكشن في نفس الصوره اللي انا بقى شغال عليها. يعني الفوتوشوب بمعنى اسهل من كده ان هو بيبسط لك الموضوع، ان انت تقدر تتحكم ما بين الادوات وتستخدم نفس الاعدادات بتاعته. طيب نيجي نخش بعد كده على الريفاين ايدج اللي احنا قلنا قبل كده ان هي ممكن تلاقيها عندك لما تدوس كليك يمين، هتلاقي عندك ريفاين ايدج. هي دي هي اللي عندك موجوده فوق ريفاين ايدج. طيب هنيجي ندوس عليها كده. الريفاين ايدج اول حاجه عندك فوق دي الفيو مود، يعني طريقه العرض اللي انت هتشوف فيها الصوره دي. بيديك كذا طريقه عرض انت تشوفها بحيث تشوف عيوب السلكشن بتاعك او تلاقي فيه غلطه او تلاقي حاجه. زي مثلا انا فوق انا نسيت اضيف المكان ده مثلا، فهاجي لما هاجي ادوس هنا كده، خلاص انا هختار الفيو ده. عندك اول حاجه فوق الراديوس. الراديوس دي انت بتقلل حواف الصوره وبتزود الحواف بتاعتها تاني. طيب احنا هنخليها زي ما هي. عندك بعد كده الادجاست ايدج. عندك اول حاجه فيها السموث، التنعيم. انت ممكن تنعم اطراف الصوره ونهايتها. هتبص هتلاحظها في الديل، بص ان هو بينعم لك الحواف بتاعت الصوره. نيجي بعد كده الفيزر، احنا كنا خدناه قبل كده اللي عارفين ان هو التنعيم، بس هو بيعمل تداخل للصوره مع الصوره اللي وراها. طبعا احنا مش عايزين فيزر. الكونتراست ده بيعمل تضاد. كونتراست يعني تضاد، بيعمل تضاد ما بين الصوره، بيبين الصوره اكتر او بيبين حواف الصوره اكتر
ما هي باينه. عندك بعد كده الشيفت ايدج دي بتحرك السلكشن لجوه او بتحرك السلكشن لبره. طب انا هجيب فيو تاني عشان يبان. زي ما انت شايف كده التحديد، بحيث لو انا قصيت جزء وبصيت لقيت ان انا خدت اطراف انا ما كنتش عايز اخدها، فانا ممكن اداخل اعمل كده، اداخل السلكشن اللي انا عملته، او ممكن ازود الشيفت ايدج هلاقي ان السلكشن خرج بره الحدود شويه زي ما انت شايف. خليها 25 المتوازن. طيب عندك فوق السمارت ريديوس دي طبعا انا مش هنشرحها دلوقتي، هنشرحها عشان دي ليها شرح للفوتوغرافر، بحيث لو انت بتعمل صوره فيها تفاصيل وفيها شعر مثلا زي شعر طاير او كده، فانت عايز تعمل صوره بروفيشنال وتجيب الصوره بنفس خصل الشعر بالكلام ده، بتفعل السمارت ريديوس. هشرحها لكم بتوسع ان شاء الله. عندك بعد كده الاداه دي لو انت جيت دوست هنا مثلا في مكان ناقص انت كنت نسيت تكمله، فانت ممكن تيجي تزوده من هنا زي ما انت شايف كده وتروح سايب. هتلاقي ان المكان اللي انا نسيت اعمله في الاول وجيت فعلته بالفرشه اتضاف. طيب عندك فوق جنبها هنا اهو في الاوبشن بار الاستيكه دي لو انت عايز تحذف مكان انت رسمته او عملت عليه سيلكشن وعايز تحذفه زي كده مثلا، هتلاقي انه حذف في لبني ورا الصوره، فانت بتعمل كده بيشيله. زي ما انت شايف وتدوس اوكي هتلاقي ان عمل لك كمل لك اكنك كنت لسه واقف عند السلكشن. طبعا لو دوست كنترول سي كنترول في هتلاقي انه عمل لك كوبي وبيست من الصوره. طبعا ممكن نعملها بطريقه ثانيه، ان احنا نروح ايديت كوبي ايديت بيست، بس طبعا اسهل ليك ان انت بتعمل حاجه من الاثنين. لو انت عامل سيلكشن زي ده ان انت بتدوس كنترول سي وكنترول في زي ما قلنا، او زي ما قلنا في اول درس كنترول جي بتعمل لك دبليكيت للصوره، دبليكيت للصوره. وتيجي بعد كده تقدر برضه زي ما قلت لك ان انت ممكن تشدها وتحطها في نيو لاير لوحدها، بتعمل لك برضه دبليكيت للصوره. وزي ما اتعلمنا برضه في نفس الدرس ده ان احنا ازاي لما نيجي ندوس كليك كده ونعمل لاير فيا كوبي برضه بيعمل لي دبليكيت للصوره. وبكده نكون انتهينا من تاني درس للفوتوشوب، واشوفكم على خير. كان معكم محمد صابر ارتست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.